قال لي دي رقاصه، وان طلعت كدبت اي حاجه من اللي انا بقوله في شتات بيني ما بينها. على راي المثل قال لك يموت الزمار وصوابعها تلعب. انا موضوع سما المصري والله ما كنت عايز نتكلم فيه ومسايبه واصل، بس الموضوع جاب اخر. بصوا يا اخوانا صلوا على النبي، هنحكي الحكايه من اولها عشان خاطر يعني كل الناس اللي اتكلم في الموضوع اكبر مما تتخيلوا، والموضوع واخد زاويه تاني خالص. اللي اتهمنا في اشياء، واللي قال فينا ما ليس فينا، واللي شتم واللي قال عامه انا مش مسامح يعني اللي شتم، بس احنا هنحكي القصه بالتفصيل وتشوفوا انا نيتي ايه. انا اخوانا صلى على النبي، البنت دي قالت انا تبت وعاوزه شغل بالحلال، انا راجل غرضي خير. وعلى فكره الموضوع زي ما قلت لكم اكبر مما تتخيل، ان انت تتوب واحده او تكون سبب في توبه واحده افسدت ملايين شباب المسلمين، ده جهاد كبير جدا. ومش بتكلم كده وخلاص، انا بتكلم عن دراسه في السيره وفاهم ايه معنى الكلام اللي انا بقوله، ودراسه في الدين. فالناس بتتكلم كده وخلاص وشغل 10 و5 و6، هم مش عارفين الموضوع ده جهاد كبير جدا. اللي فاهم هيرد واللي ما فاهمش حسبي الله ونعم الوكيل، لان الناس شتمت كتير. القصه يا اخوانا هتبدا من فين؟ انا قلت هديها 50,000 جنيه على اساس ان دي تيجي تشتغل معانا وان انا اعينها على توبتها. الموضوع ما شاء الله توب وكل الناس شافته. تمام يا اخوانا، من حس ما لقيت سما المصري بترن عليا، الحاج محمد وشركه العمده والمطعم وتسويق، تمام. طب انت صادق؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا صعايده ومش هنرجع في كلمه. انا قلت لها تمام يا ستي انا صادق. قالت انا ايه نظام شغلي معاك، وانا نفسي اشتغل في العقارات، وانا نفسي اكلها بالحلال، والكلام الحلو ده اللي انا نفسي اسمعه، ان هي تكون تابت بجد وبالحلال. تمام على راسي يا ستي. قالت لي طب ايه نظام الشغل، واشترت اللي عندي كله على اساس انا هتقول لي ايه. طب خلاص انا موافقه اشتغل معاك، بس انا مش عايز اظهر ميديا خالص وكده. كده معنى ان هي مش عايزه تظهر ميديا خالص وهتستخبى، انا كده بعينها على الاحترام والادب والكلام زي كده، بس هي هتخسر، انا مش مستفيد حاجه منها. لان انا ما اجيب واحده كفاءه، تمام، ما اجيب واحده كفاءه واديها نص المبلغ ده هستفاد منها اكتر، بس كسما المصري وهستخدمها كتسويق هستفاد اكتر. فانا في دماغي ان هي تابت وخلاص ومش هتكلم خالص، فهتقول لي ايه انا ست عايز اقعد في حالي وعايز تعمل لي مكتب مكفول والكلام ده كله، مش عايز اظهر خالص. ده الكلام اللي انا متوقع اسمع. بس اشترت من عندي، قلت طب وانا حاجي فيصل وانا الناس لو شافتني. قلت لها يا ست انت طالما تبت انت وجايه تلبس نقاب وتقعدي في اوضتك محدش يشوفك محدش يتعامل معاكي الا ان كان في عميل جاي يخلص معاكي ديل او حاجه زي كده، تمام. ده انا على سجيتي وعلى نيتي وعلى كلامي ده كله. حس ان اتفاجئت بعد ما اشترت كل اللي عندي. قالت لي بص انا موافقه بال50,000 بس اعمل لك بيها اعلانات. قلت لها طب والحجاب؟ قالت لي لا موجود والدنيا. قلت لها طب تمام هات دلوقتي تمام. اللي قلت ايه شوفها، لقيتها لا لفت معايا يمين ولا شمال وكلنا عيش وملح، وجت صورت معايا وزي الفل. تمام يا اخوانا. والمفروض اللي خلاني انا اطلع، انا على فكره مش راضي اتكلم، هي خانت العهد اللي بين. اول ما شافت الترند ضرب هي حقدت، بقت كل شويه انا عايزه فلوس، انا طلعتك. قلت لها لا يا ماما، من هي وقاعده معايا هنا انت ما طلعتنيش ترند. انت وقت ما جيتيني انا طلعت ترند، بيك بلاكي طلعت ترند. انا وقت ما جتني سما المصري انا عندي 1,800,000 متابع، يعني ما يقرب من 2 بصفحاتي، اقفل 3 مليون بصفحاتي كلها. العمده بهاء ما يقرب من 1,000,000 متابع، انت عندك 900,000 متابع بس. وانا اقسم بالله اقسم بالله وقت ما جت عندي ما كنت اعرف صفحتها كام ولا متابعها. الناس بتقول لك انت متابع، انا اقصد متابع موضوع التوبه، انا فرحان لها. بس المهم ده كلام في نيتي، براحتكم براحتكم، انا بكلم الناس المحترمه. بالنسبه للحق اصل ايه، انا بوضح لمين؟ بوضح للناس المحترمه اللي هي بتتابعني، اللي عارفه محمد المطعن، اللي ياما قدم مواضيع هادفه. فالناس الحاقده وكلتها للي ما فهمش، فاللي ما فهمش مش الحق ده ما يشغلناش خالص، مالناش دعوه. احنا خلينا نكمل في موضوعنا. تمام. هي وقت ما جاتني هي عندها 900,000 متابع، قلت لها هتزيدي. المهم هي زادت 200,000 متابع من ساعه ما جت عندي. وحتى حصل تحدي بيني ما بينها، والله على ما اقول شهيده، وهي عايشه وشايفه. تمام. نزلنا فيديو انا وهي قصاد بعض، حبيت اوريها بتقول لي لا بس يا حاج محمد انت المفروض تزودني فلوس ومش عارف ايه وانا مشهوره. قلت لها لا يا ماما، انت معروفه معروفه للعالم كله ان انت رقاصه.
لكن انا على السوشيال ميديا اشهر منك، انا شغلي ده. فيا ستي انت عايزه ايه؟ المهم رحنا نزلنا فيديو قصاد بعض انا وهي، انا الفيديو ما كملش 15 دقيقه جاب 100,000 مشاهده، هي نزلت قصاد الفيديو ما كانش جايب 20,000 مشاهده. قلت لها طب ايه اشاركه لك على القصه عندي عشان المتابعين يشوفوه، عشان هو ده شغلي برضه، اعلان ليا. ولا نكمل التحدي انا وانت عشان تشوفي مين اشهر. راحت قالت لي، راحت ضحكت كده وقالت لي يا حاج محمد المصلحه واحده. قلت لها المصلحه واحده واحده، وجيت مشارك لها على القصه بوم، الترند ضرب. هي شافت الترند وكل شويه تبعت لي لينك، شوف مين بيتكلم علينا، شوف مين مش عارف ايه، شوف مين. لا انت تبعت لي فلوس يا ست، ايه يا ست انت مش حاسه ليها بالحلال؟ ربنا هيبعت لي رزق. اقسم بالله انا ركبت الترند واكبر شركات مصر جت واتعاقدت معايا والله ما بعت بجنيه ايام سما المصري. اقسم برب العزه ما بعت بجنيه، حتى عند عربي الناس رجعت. والله العظيم اقول لها يا شيخه ما تنجيش. تمام، بقيت تتشال وتدق، لازم تبعت لي فلوس. المهم انا ليا شغل عندي. العمده بهاء دخل علينا احنا وبنصور، عايزين نسلمها الفلوس بتاعتها، قال لي بقى 20,000 جنيه. رحت قلت له لا الفلوس شغلها انا هتنزل وانا ضامنها. قال لي دي رقاصه. قلت له يا عم انا ضامنها والست تابت ومش عارف ايه، وهي تشهد على الكلام ده على اساس انا على نيتي الست تابت وهتاخد. المهم خدت الفلوس ونزلنا الشغل بتاعنا. في باقي شغل هي ما نزلتهوش وفاكره ان هي الترند بتاعها يضرب، بقت تنزل فيديوهات لناس منافسين الفيديوهات بتاعتها ما جايباش حاجه، فتقوم ايه تذكرنا احنا وتذكر 50,000 جنيه عشان الفيديوهات بتاعتها تجيب. لكن انا ما اتكلمتش ليه؟ عشان انا بقول لكم الموضوع واخد مسار تاني خالص يا اخوانا. ما اتكلمتش ليه رغم ان ده حق وانا ليا حق عنديها؟ عشان خاطر انا عايز احببها في الحلال. هي راحت عملت اعلانات لناس تاني منافسين بالترند بتاعي، دي حاجه تضايقني. بس انا سبتها، قلت خليها تدوق قرش الحلال، لان لو ما ضاقتش قرش الحلال هتقلع الحجاب تاني يوم. تمام، انا مش هتهمها، انا مش هتهمها، مع ان النيه ما فيش نيه. يعني بصوا رقاصه لفحت الفلوس وكل يوم تقول لي عايزه فلوس عايزه فلوس. طب يا ستي انت عايزه فلوس على ايه؟ على ايه؟ عملت ايه؟ راحت عملت اعلانات تانية. والله ما رضيت اتكلم وتخليها تذوق الحلال والدنيا تمشي معاها عشان خاطر ما تكرهش الحجاب وما تكرهش الدنيا. لكن انا من جوايا متضايق جدا، متضايق ان انا مديت لها ايد العون وهي ابدا اللي فيها ونيتها زي ما هي، ما الا طرحه. لقيت الناس اتكلمت على رقبتها. يعني يوم ما جت عندنا اقسم بالله لما كانت بتلبس الفستان كانت دايما بتسيب السوسته مفتوحه. طب انا السوسته مفتوحه يعني الحاج خريبش قال لها يا ست السوسته مفتوحه، قامت البت قفلتها لها السوسته اللي من ورا يعني. فانا كنت متفق معاها على كلامها على يوم اعلان، جت صورت نزلنا حاجات احنا وقاعدين وركبت الترند هوب، وقالت امك في العش ولا طارت بقت تماطل معانا. مع ان كل ما بتصور اعلان بتقلد نفس الاخراج اللي احنا وراه لها، بتقلد نفس التصوير، عايزه تجيب نفس نوع المايك اللي انا لابسه. ما كانتش عارفه. قلت لها يا ست كل ده هنعمله لك وكل ده هنديهولك، بس ايه خليكي معانا بالحلال وبالادب وبالاحترام. لقيتها ابدا ما فيش خالص معاها الكلام ده. انا كان غرض يا اخواننا اوظفها بالحلال، تشتغل تاكل لقمه عيش بالحلال، لكن اللي فيه وزي ما قلنا يموت الزمار وصوابعها تلعب. وزي ما قال العمده بهاء دي رقاصه، قال لي خلي 20,000 جنيه. قلت لا انا متفق معاها على 50، تاخذ ال50 بتاعتها. والله العظيم مشت خدت ال50، ما عملتش الشغل اللي بال50. في شغل عنديها ما نزلتهوش، الشغل ده هنزله انا، هنزله تمام. بقيت كل ما تتزنق وما تجيبش مشاهدات تذكر ال50,000 جنيه وتذكر الشركه بتاعتنا، وانا سايبها عشان تحب الحلال رغم ان دي حاجه حقي انا المفروض اتضايق منها، بس عشان تحب الحلال انا سايبها. الناس شتمت يمين شمال، قالت فيا ما ليس فيا. انا جبتها هنا ترقص. انا واحده قالت تابت، وواحده زي ما قلت لكم التوبه فيها دي افسدت ملايين شباب المسلمين. التوبه في واحده زي دي والاعانه عليها جهاد، اقسم بالله جهاد. وان طلعت كدبت اي حاجه من اللي انا بقوله في شتات بيني ما بينها، في شتات بيني ما بين العمده، والحاجات دي كلها موجوده. بس احنا ايه؟ احنا ناس مبتغيين الستره وكلنا عيش وملح مع بعض، صناه وانت ما صنتيش.
قاعدين محترمين وانت ما احترمتيش، ما تكلمتش عليكي. لو حد سألني عن تقييمي لسما المصري وهل هي تابت ولا ما تابتش، انا اقول لك هي تابت ولا ما تابتش، واقول لك تقييمي ايه. بس ان انا اتهمها على العلن حرام، وانا ما اعملش الحرام. انا ما اعملش الحرام، مع اني ممكن اقول تقييمي عليكي، وممكن اقول تبتي ولا ما تبتيش، وممكن اقول اللي انا شفته منك ايه. بس زي ما قلنا، يموت الزمار وصوابعها تلعب، والرقاصة التوب العالم كله وهي ما تتوبش. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك وفعل الجرس. صوت الترند دائما يوصل لك الصورة كاملة.